اليوم حكاية من التراث القديم، حكاية مشهورة بزاف. هي بقرة اليتامى. كان الراجل خدم فلاح وعنده بقرة مربيها، ماتت مرته، خلات له طفلة وطفل، وقبل ما تموت وصاتو على البقرة، قالت له ما تبيعهاش، خليها للأولاد. تزوج هذاك الراجل بعد ما ماتت مرته، وجا مرة أخرى. هذيك المرة زي جابت معاه طفلة، أما لا مرت باباهم ولا تغير منهم بزاف، متمدلهمش ياكلوا يشربوا، عادوا كي يجوعوا مساكن روحوا للبقرة وشربوا منها. كانت هذيك البقرة عندها درع عسل والآخر حليب يردعوا الأولاد حتى يشبعوا. أما الأولاد بغا يكبروا يزيانوا، حالت مرت باباهم وقالت واش ياكلوا هادو الدراري، حتى زيانوا كبروا وبات نعطيها تاكل غير قلب حبة. ما كبرت ما سمنت، من اليوم نرجع نعسهم. كعستهم لقاتهم يرضعون البقرة. قالت الراجلها بيع البقرة. قال لها يا مرة كيف نبيع البقرة؟ بقرة اليتامى ما تتباعش يا مخلوقة، أن على الشيطان. قالت لي قلت لك بيعها يعني بيعها. راجل مسكين ما صاب كي يدير، دا البقرة للسوق ويعيط ويقول يا اللي يسمعك ويا الخير، بقرة اليتامى اللي يشربها يعيش في الندامة. ردوا عليه الناس ويقولوا ما تتباعش، يعاود يردها للدار مرة على مرة والحال كيما راه. قالت له مرته ديها المرة هادي تنتباع. قالها يا مرة بقرة على اليتامى ما تنتباعش. قالت له قلت لك المرة هادي تنتباع. دا البقرة ومشى للسوق، هو خرج منها، هي لبست البرنوس دارت عمامة كيما الرجال ومشات للسوق. كعيط وقال يا مالين دلالة بقرة اليتامى تتباع ولا لا؟ بقت هي صيفت راجل، قالت بيع تربح. راح الراجل الجزار ودا البقرة باعها له، قال له عندي شرط واحد خير الدرع تاع البقرة للدراري. عطاه هذاك الدرع وداه الراجل وراح عطوه في قبر مرته يمات اليتامى. على الدار قال لهم كي تجوعوا روحوا لقبر يماكم، راني خليت لكم درع البقرة. عادوا الدراري كل ما يجوعوا يروحوا للقبر ويرضعوا من هذاك الدرع. تبعت البقرة بصح الأولاد ما زالوا كيما راهم شابين وصحاح. حالت مرت باباهم وصات بنتها تبعهم وتشوفهم واش ياكلوا وتاكل كيفهم، تكبر وتزيان كيما هما. تبعتهم لقاتهم راحوا للقبر تاع يماهم، كيف قبل راه تعس فيهم دار روحهم ياكلوا في الحشيش. كلات كيفهم بصح مزيان نتش صفارت ومرضت. مرت باباهم ضربتها قالت لهم علاه نتوما تاكلوا حشيش تكبروا هي مرضت. مرت باباهم كي عستهم وشافتهم يرجعوا من الضرع، كي رجعوا للدار راحت قاست الضرع نروحوا الاولاد لقبر يماهم مصابوش الضرع. كي راحت ترقد بقات تخمم كيفاش تدير باش تهنى منهم. قالت لراجلها يا راجل بلاد هذه ما فيهاش خير، لازم نروح له منها. صبح ناضوا بكري ولم وقشهم وراح له في الطريق، فاتوا عليه واد مدت الطفل كسكاس، قالت له عمر فيه الماء، مدت الطفله الصوف كحله، قالت رديها بيضه. راح الاولاد مساكن للواد والطفل عمر في الكسكاس هو يقطر، والطفله تغسل في الصوف متنقاتش، ولا الطفل يغلق في الكسكاس بالطين باش تعمل له بالما. جاليه الزاوش قال له طري بالطن يا مسكين، ناس كرح له وانت في العين. كي سمعوا الزاوش يقول لهم هكا فاقوا باللي كاين حاجه. مرت باباهم قبل ما ترحل خبزتهم الكسره دارت فيها الراج وتس الكلب فرحه هو يدور مطحنه تدور معاه بها ما فيقوش الاولاد بلي راحوا خلاوهم. دخلوا الاولاد ولقاو الكسره الطفل مرسو باه ياكل مخلاتوش ختو ياكل. قالت له مرت بابانا بشي موافات خبزنا الكسره، قالت له نجربوها في الكلب. رمى مرسو الكلب كي كلاها مات. تقعد في الشجره تمشط شعرها وحضنها جا السلطان شرب الحصان تاعو، هما لصقت شعر طويله في لسان الحصان محبش يشرب. شاف السلطان هذاك الحصان لقى الشعره دار على لسانه نحاها له، قال مرت هذه الشعره بتكون غير عذره، وحقص هذيك الشعره على بنت كامل تاع الدشره، ما لقى حتى وحده عندها شعره كيما هذيك الشعره. رجع لعين السلطان شاف در الطفله في الماء تاع الواد، طلع راسه لقاها فوق الشجره، قالها انت انس ولا جن؟ قالت له انس. لا اله الا الله محمد رسول الله. قال لها هبطي ما حبتش. راحوا بعثت لها العجوز ستوت، قالت له انا نقدر نجيبها لك. راحت الستوت حتى الشجره بدات تخبز في الكسره على الطاجين هو مقلوب، وجابت المعزه تحلبها من قرونها تحكمها من ضرحها
دقت الطفلة وقالت لها مشي هكا. قالت لها الستوت ربحي خبزيلي وحلبيلي. هبطت خبزت لها وحلبت لها المعزة. غدوة من داك زاد رجع الستوت دارت نفس الخدمة. كي نزلت ربطتها حتى جا السلطان. هما لا قال نتزوج بيه. قالت نقبل الزوج بك صح بشرط تأديش خويا الغزال. قالها شرطك مقبول. زوجت بيه ولات عايشة في الخير بالخديمات في القصر. يوم من الايام جا باباها يطلب طلة متاقة. عرفات وقالت للخدام قل له يستنى حتى نخبزو الكسرة. خبزت الكسرة ودارت فيها الويس وبعثتها له. قالت له ما تقسمهاش حتى تكون بين ولادك. وسلطها وحط الكسرة في الطابلة قسمها طاح منها الرويز. قالت له مرتو هادي ما تكون غير برتك لونجة. غدوة دختها وروح لعندها. كدا فرحت بيها ملونجة. قعدت هي واختها الشمس قدام البير. طيحت العورة اختها في البير. كانت لونجة حامل بتوأم راح تحاكس بلاصتها. كي جا السلطان قال لها واش بك عينك عوارت. قالت له من كحول بلادكم. قال لها واش بيه شعرك حرش. قالت له من زينتكم. غدوة من داك قالت له ذبح الغزال. قال لها كيف نذبحو يا اخي تفهمنا عليها. قالت له قلت لك تذبحو الغزال. واش قالت العبرة راح للبير وقعد يقول لونجة يا بتملم وصمدات وطناجر رغلات وخوك الغزال في المامات. قالت له روح للسلطان قولوا يذبح البقرة وشلحها ويملحها وحطها على طرف البير. راني ولدت موسى على ركبة وعيسى على ركبة نشبو 7 عروس يعس فينا. مع الخدامة الهدرة قال السلطان روح شوف الغزال واش يقول عند البير. راحوا وطلقوا اللونجة مع الاولاد ذبح البقرة وشلحها وملحها. رجل حنا شكل اللحم وعطشها يحوس على الماء. جبدوا لونجة هي ولادها حكت لهم كيف صرا هذا الشي كامل. حكم السلطان على العورة ذبحها ونحالها راسها طيبها وبعتها لماليها وداروا راس العورة في الشكارة وبعتها ليماها فوق الداب حاشاكم فوق الحمار. وعرس الجيران باش ياكل لحم بنتها. هكذا سمعت الحمار يقول تيس تيس راس العورة في التليس. من طلت الأم صابت راس بنتها في الشكارة حزنت وبكات. هكا عرفت يدير الشر ميقاها غير الشر. ذبح السلطان ودار عرضة كبيرة وعرض الحباب. من غدوة من داك قالوا له إذا حبيت الغزال يبرى ديها عين الحرة. شربوا من ماها رجع الله يبارك راجل زوج السلطان طفلة مخيرة في الدشرة. هكذا مشيت حكايتي من الواد الواد.